لو سألتكم على أكتر مشكلة بتقابلكم وانتوا بتعملوا القرص الطرية هتقولوا لي إنها مش بتفضل طرية زي اليوم اللي بنعملها فيه. النهارده هقول لكم على عجينة خطيرة هتفضل طرية معانا لأكتر من 10 أيام. كوباية حليب دافي بدوب فيها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر وبقلبها كويس جدا لغاية ما الخميرة بتدوب، بعد كده بغطيها واخليها على جنب. ومن أهم الأسرار والتريكس اللي أنا بعملها للقرص الطرية وفعلا بتفضل طرية لمدة حوالي أسبوع أو 10 أيام كمان بره التلاجة وبره الفريزر، هي ميكس العجينة اليابانية. معلقة من الدقيق في حوالي معلقتين من المية، وابتدي إن أنا أقلبهم مع بعض كويس جدا بالطريقه دي وبرفعها على النار لغايه ما بتكون عجينه واخليها لغايه ما تبرد. وعندي كيلو دقيق يعني 8 كوبايات من الدقيق، بضيف عليهم معلقه صغيره خالص يعني حوالي 3 جرام من محسن الخبز ورشه ملح، وبضيف عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقتين من الحليب الباودر اللي هو النيدو. وللتنكيك ضفت معلقه صغيره من الشمر واليانسون، وضفت حوالي 3 معالق من السمسم. دي كلها اضافات اختياريه بتضيفوا منها الكميه اللي انتوا حابينها، وبنبتدي اننا نقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بيكون الخميره بتاعتنا اتاكدنا انها شغاله، وفي الوقت ده بضيفها على باقي المكونات، وضفت معاهم حوالي معلقتين من الزبادي، وابتدي ان انا اقلب المكونات مع بعض مجرد بس ان انا بقلبهم علشان ادخل المكونات مع بعض. واضيف المواد السائله بالتدريج. انا هنا استخدمت الحليب في الاول، ضفت كوبايه وهرجع اضيف تاني. بالنسبه للمواد الدهنيه استخدمت كوبايه بتكون سمنه على زيت او سمنه على زبده على زيت او زيت بس او سمنه بس، اللي انتوا حابين تستخدموه تقدروا تستخدموه، المتوفر عندكم استخدموه، لكن انا بستخدم الميكس من السمنه على زبده على زيت، وده بيديني نتيجه حلوه جدا. لكن زي ما قلت لكم استخدموا المتوفر عندكم. بعد كده بضيف العجينه اليابانيه بعد ما بتكون تماسكت وبردت، وابتدي ان انا اقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. لو مش هتستخدموا العجان تقدروا تعجنوها على ايديكم، هي عجينه بسيطه جدا. وطبعا العجينه لسه محتاجه اننا نضيف عليها سوائل. انا العجينه هنا طول الوقت بعجن القرص الطريه بالحليب. اذا حابين انكم تعجنوها بالميه تقدروا تعملوا كده، وبستمر في العجن لغايه ما بوصل للعجينه دي. وكميه الحليب اللي احتاجتها كلها كانت تقريبا كوبايه ونص من الحليب، طبعا ده بيختلف من نوع دقيق للتاني. وبعد ما اتاكد ان العجينه بتاعتي اتعجنت كويس جدا بسيبها تقريبا لمده نص ساعه لغايه بس ما ترتاح، مش بسيبها تختمر. وطول الوقت واحنا بنشتغل لازم نكون مغطين العجينه. طبعا يفضل اننا نغطيها كمان بكيس بلاستيك قبل الفوطه، لكن انا بس غطيتها بالفوطه عشان كنت بشتغل بيها بسرعه. وابتدي بعد كده اخد منها قطعه قد قطعه الليمونه الكبيره او قد قطعه اليوسفي. وكل ما نعمنا العجينه وشكلناها كويس قوي بين ايدينا قبل ما نضيفها في الصاج، هنبتدي بعد كده اننا تدينا شكل كويس جدا للقرص الطريه. وده كذا شكل من التشكيل بحاول ان انا اوريه لكم اللي انا ابتديت ان انا اعمل بيه. وبنرسهم في الصاجات او في الصواني اللي انا هندخلها بيها من الفرن، ونبتدي بعد كده اننا نسيبها لغايه ما تختمر. شوفوا ما شاء الله كيلو دقيق طلع عندي كميه قد ايه. وسبتها تقريبا لمده ساعه لغايه ما اتاكدت انها اختمرت كويس جدا. بعد كده ببتدي ان انا افردها. لو مش عندكم الاداه دي افردوها بايديكم، وابتدي بعد كده ان انا اغطيها لمده تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه. طبعا في الصيف بتاخد وقت اقل من كده بكتير قوي. وفي الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، وبكون مشغلاه من تحت بس. وببتدي ان انا ادخل اول صاج ابتديت ان انا اشكله وادخله الفرن، وبيفضل في جوه الفرن تقريبا حوالي 10 دقائق. واول ما يطلع من الفرن ببتدي ان انا اعمله بسبراي كده من الميه، ميه بس ما فيهوش اي حاجه، وابتدي ان انا اغطيه تاني لمده حوالي 5 دقائق. وطبعا يا جماعه مش قادره اقول لكم قد ايه طريه وخطيره، ومع كوبايه شاي بحليب كده بتكون طعمها حلو جدا. طبعا انا اول ما بطلعها من الفرن ببتدي ان انا اعمل لها سبراي الميه زي ما قلت لكم، وابتدي بعد كده ان انا احطها في حله او في علبه محكمه واغطيها واقفل عليها كويس جدا. ولو انتوا عاملين كميه تقدروا ان انتوا تاخدوا الكميه اللي انتوا هتحتاجوها وتحطوا منها في اكياس في الفريزر على قد كل مره هتبتدوا تستخدموها، يعني مثلا 5 قطع او اكتر او اقل، تحطوا الكميه اللي انتوا هتحتاجوها. وشوفوا قد ايه لونها حتى فاتح وطعمها خطير. زي ما قلت لكم فضلت عندي بره التلاجة تقريبا حوالي 10 ايام. اهم حاجه ان انتوا تحطوها بس في علبه او حله تكون محكمه عليها كويس جدا. جربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.